والسلام يقول لعائشة رضي الله عنها: إني لأعرف رضاك من غضبك، متى تكونين راضية ومتى تكونين غضبة. فقالت: كيف ذلك يا رسول الله؟ فقال: إذا كنت راضية تقولين: لا ورب محمد، وإن كنت غضبة تقولين: لا ورب إبراهيم. فابتسمت عائشة رضي الله عنها وقالت: والله لا أهجر إلا اسمك يا رسول الله، أهجر الاسم فقط. كيف الرسول عليه الصلاة والسلام أتفكر قائد الجيوش، باني الأمة عند أشغال كبيرة، المنافقين الكفار وبناء أمة ورسالة، ومع ذلك يلاحظ تغير كلمة ويعرف منها موطن الرضا والغضب، وهما طبيعتان في الإنسان لابد منهما الرضا والغضب. وكيف في لحظة الغضب هذه التي بها يهدم كل شيء أو يبنى كل شيء، في هذه اللحظة